يا صباح الفل والياسمين على عيونكم يا حلوين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفيني انا مروه، دي قناتي. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك الحلو بتاعك وتشتركي في القناه عشان عيلتنا تكبر بيكي. تعالوا بقى النهارده يا بنات نعمل كده شويه كب كيك نفرح العيال بقى، بما ان امبارح كان الخميس فعملت لهم كده كب كيك للبنات، فرحتهم كده بجد، كان حلو جدا وسهل. وتخيلوا الكميه دي كلها ببيضه واحده، بصوا شايفين قد ايه كده هش وجميل وطري كده، عامل زي النايتي بالظبط. ما خدش مني وقت خالص، نص ساعه كنت انجزت بقى الكميه اللي انتوا شايفينها دي. فتعالوا كده نسمي الله. اول حاجه كده جبت شفشق الخلاط، هنستخدم شفشق الخلاط هنعمل فيه كل حاجه. هننزل كده ببضايه بالشكل ده، وهحط كمان رشه من الفانيليا. وبعد كده هحط كمان كوبايه من السكر الحبيبات اللي هو بتاع التومين العادي خالص، ونضرب كده البيض بالسكر بالشكل ده كده لحد كده ما يختلط خالص ويبقى ناعم. ماشي. وبعد كده بقى هنزل بنص كوبايه من اللبن وهضرب. وكل مكون هحطه هضرب كده ضربتين علشان المكونات كده ايه تتضرب مع بعضها كويس. وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الزيت بالشكل ده كده، وهضرب برضو. وهفضل بقى كده ايه كل مكون زي ما قلت لكم احطه اضرب ايه ضربتين كده تلاتة. وبعد كده بقى هنزل بكوبايه وربع من الدقيق، وكمان عليه باكو من البيكنج باودر. هحط كده بيكنج باودر كامل كده. وبعد كده هحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني اللي هو الغير محلى. عايزه اقول لكم ده احلى نوع كاكاو ممكن تستخدميه، يعني استخدميه وانت مغمضه، بجد حلو جدا وبيدي طعم للكيكه حلو قوي ونضيف، جودته كويسه جدا. وبعد كده بقى عندي هنا نص كوبايه من اللبن المغلي. انا طبعا ما ضفتش كوبايه اللبن كلها، حطيت نصها في الاول اللي هو نص كوبايه لبن بارد عادي من التلاجة، وبعد كده النص التاني غليته علشان انزله كده مع الدقيق والكاكاو علشان يسهل عليا الضرب، شايفينه اهو. وبعد كده بقى هفضل كده انزل ايه الحاجات اللي في الحروف كده عشان اضمن بقى ان كل المكونات اتدخلت مع بعضها واتضربت كويس قوي. تفضلي بقى ايه تشغلي وتطفي كده الخلاط لحد كده ما تضمني ان كل المكونات اختلطت معاكي. وبعد كده جبت بقى كيس تلاجة عشان اسهل على نفسي، حطيت كده الخليط كله في كيس تلاجة علشان ما يهدرش معايا. دي احسن فكرة بصراحة، عشان كمان لو فضل معاكي حبة ولا حاجة وهتعمليهم يعني تربطي الكيس وخلاص فيبقى سهل معاكي. فبصوا انا كده بملأ الربع بس بتاع الورقة علشان طبعا الكيكة بتنفش بعد كده، فايه امليها ربعها بس علشان تبقى كويسة معاكي. وبصوا بقى الكمية كلها عملت 18 قطعة، وتفضى كمان حبة كده في كيس هربطهم واركنهم على جنب علشان لما تفضى كده صينية منهم ايه احط تاني. واحطهم بقى على درجة حرارة 180 في الفرن، تكون طبعا سخنة قبلها كده بنص ساعة قبل ما تشتغلي. وهنا بقى جبت شوكولاتة شيبس كده، حبيت ادلعهم، حطيتها كده في الكيكة بالشكل ده كده في الكب كيك علشان بقى تسيح كده وتدي طعم قوي للكب كيك. وده شكله بقى كده من قريب، شايفين عامل ازاي؟ بجد حلو جدا وطعمه بجد حلو قوي. طبعا كلنا بنحب قوي ندوق العجينة وهي نية لسه ما دخلتش الفرن، فبتبقى حلوة قوي. هنا بقى بعد ما طلعت بالظبط بتاخد 12 من 12 دقيقة ل 15 دقيقة بالظبط، وبيطلع بقى زي ما انتوا شايفينه كده. وهنا بقى فضيت كده الصينية الصغيرة وحطيت كمان 6 قطع، وكمان عمل لي طاجن صغير. يعني بصوا رمت ما شاء الله البيضة، شوفوا عملت كمية قد ايه. فبجد سهل جدا اعملوه، هينجح معاكم وسهل وبسيط، وهياخد منك نص ساعة تكوني عملتي احلى كب كيك. اتمنى بقى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد، واعملوا لي كده لايك وشجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.